نقدروا نقولوا بلي بلدان المغرب متفاهمة على حاجات ومتخالفة في حاجات أخرى، بصح ما كانش حاجة متفاهمين عليها قد ما متفاهمين على الطعام اللي يتسمى الكسكسي عن جيراننا في تونس وكسيكسو عن المراركة. أصل الطعام بربري وهي ماكلة معروفة بزاف في شمال إفريقيا، لكن حتى في التفاهم ما سلكناش ولقاو كيفاش يختلفوا في طريقة الطياب والتحضير. سكسو تعني بالأمازيغية الكرايات ولا الدواير، المعنى هنا الحبات المدورة تاع الطعام. هذه الماكلة مشهورة بزاف في مناطق شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط كما في سيسيليا بإيطاليا، وحتى الفرنسيس دخلوا رواحهم في المعمعة ولا الطعام، ولكن يقولوا هما لو كسكس ثاني أفضل بلا عندهم. الطعام مخدوم بالشعير والقمح ويتفنوا أهل المغرب العربي في تطييبه وحتى في تشبيحه، والأنواع بالعشرات باش ما نقولش بالمئات. والانواع الاكثر شهرة في المغرب العربي الكسكسي بالخضرة والحم العجل، وهذا النوع موجود برشا في المغرب. وفما الكسكسي بالدجاج والكسكسي بالبصل والزيت والحمص، وفما الكسكسي الجزائري اللي يتخلط فيه الملح والسكر وفيه الحلبة والبسباس وحبة الطيبة والسمن واللحم وغيره. وفما الكسكسي المسفوف اللي يجي فيه العسل الحليب والسمن والفاكهة والعنب والدقلة. فما الكسكسي بالفول الاخضر والكسكسي بالمكسرات والكسكسي بالمناني نودك ولنشهيك، وهذا مشهور برشا في تونس. وفما الكسكسي بالخضرة والحم العلوش، وفما حاسيلو. إذا باش نذكر الأنواع الكل توفى البرامج وتتسكر التلفزة وريقي يشيح وما زلت ما كملتش. ومن الحاجات اللي ما تغيبش على الكسكسي نلقاو البن والا الرايب والا الحليب يعديو به الكسكسي ويهبط ضربة في المعدة والربيع ربع والبن قراص. ومن العادات الموجودة في المغرب العربي هي تجفيف وتخزين الكسكسي ومتابعه كي القديد والفلفل الشايح والطماطم والبصل المشيحين زادة، ويحطوا الدنيا الكل في بيت المونة. هذه عادة استنسوا بها من وقت اجدادهم، يخبيوا الماكلة متاع عام القدام بالكش العام يجي مش صابة على حسب تفكيرهم. حسيلوا هالكسكسي قديش عنده قيمة اجتماعية وتقليدية بخلاف قيمته الغذائية، حتى في تطيبه عاملين له قوق كبير. مالا عنده معون خاص به، وبعد ما يطيب الكسكسي يتقدم عادة في معون فخار واشهرها التبسي والا القصعة من اللوح، والقصعة هذه فما شكون يسميها دوسكو. ومن بعد يتمد بالهنا والشفاء في برشا مناسبات. وفما زاد اعتقادات، فما شكون يقول لك الكسكسي دواء برشا امراء، وفما اللي يستفايل ويستبارك به وقت اللي يطيب في نهار معين من الاسبوع. شقاليش قلت لك باش يجي العام صابه قد عدد حبات الكسكسي. وفما اللي يقول لك مش مليح كي تطيبوا في النهار الفلاني فال خايب. وفما اللي يعملوا زردة ولا وعدة. حسيلو حك راسك طيب كسكسي. وعلى الاقل فما حاجه اللي يتميزوا بها اهالي المغرب العربي على باقي الناس الكل، هي الكسكسي.